الكوره دايما كده باظات من الشمال، من هاني مثلا لداري، ربيعه لداري، توصل عند يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله هو اللي كان بيطلع الكوره، يا بيسند على مروان، مروان يجي له يسند عليه، وبعد كده بعد مروان يسند عليه يسند لامام عاشور اللي ساعتها بينزل هنا كده، يا اما بيسند على امام عاشور على طول لو نزل له، او يعملها واحده على طول ايه لاشرف بن شرقي. في امان الله كده وتمام، وكنا معتمدين على يحيى عطيه الله، ربنا يشفيه ويعافيه. طبعا اتصاب يحيى عطيه الله، فطبعا طلع ونزل كريم الدبيس، ربنا يشفيه ويعافيه. مش عارف احنا باك الشمال معانا ايه وضعه بالظبط، ربنا يسترها. المهم الباك الشمال طبعا ايه، نزل كريم الدبيس، ربنا يشفيه يا رب. وبدا كريم الدبيس يفتح اكتر، ومحمد هاني زي ما انتم شايفين يفتح اكتر، وقلبين الدفاع يبقوا فاتحين بالشكل ده، ومروان عطيه بدا هو اللي يعتمد على الطلوع، او حتى لو رامي جه هنا يستقبل الكره كنت تلاقي مروان عطيه هو اللي كان بينزل هنا وهو اللي يدور الكره. كانت الكره بالتنيه تدور ما بينهم، وهو اللي كان بيطلع الكره. واكرم كان كل مهمته ان هو كان او لو الكوره مش معانا يقطعها بشكل ايه كويس. طبعا تدوير الكوره اول ما تطلع على مروان، مروان بيحاول يديها لامام عاشور او بيديها